مصر عملت اللي محدش كان متخيله. الجو كان كاتم والهمس مالي البلد، كله بيتكلم بالسر عن تحركات غريبة ناحية الغرب. تحركات مش مجرد تدريب، دي خطة بتتكتب على نار هادية. الجيش المصري بيتحرك بخطوات محسوبة، واللي بيحصل هناك مش عادي خالص. الموضوع بدأ من القلعة الأولى، قاعدة محمد نجيب، قاعدة بحجم مدينة على 18,000 فدان، فيها كل أنواع القوات، من دبابات لطيران لدفاع جوي. القاعدة دي بقت مركز القيادة في الغرب، بتحمي الضبعة النووية وحقول البترول والمشروعات الجديدة. يعني مش بس دفاع، دي قاعدة إدارة كاملة للمنطقة. وبعدين جت القلعة التانية، قاعدة الثالث من يوليو البحرية، موجودة في جرجوب على البحر المتوسط، قريبة من الحدود الليبية. دي مش مجرد قاعدة، دي أسطول بحري متكامل بيأمن قناة السويس والبحر كله. مصر بقت عندها بحرية اسمها المياه الزرقاء، يعني بحرية بتشتغل بره حدودها، بحرية بتنافس الكبار. لكن المفاجأة اللي قلبت الطاولة كلها كانت الصين. تسريبات بتتكلم عن مجمعات صناعية عسكرية بتتبني في غرب مصر، مصانع أسلحة وصواريخ وتقنيات متطورة جداً. في كلام عن إن الصين نقلت تكنولوجيا صاروخية لأول مرة خارج أراضيها. لمين؟ لمصر. وفي جسر جوي كان شغال بين القاهرة وبكين، طيارات شحن جاية ورايحة، ومفيش أي تفاصيل بتطلع للإعلام. كل ده بيقول إن في تعاون ضخم بيحصل بعيد عن العيون. الناس اللي بتتابع المخابرات في الغرب بدأوا يقلقوا. ليه؟ لأن مصر مش بس بتشتري سلاح، دي بقت بتصنعه. قوة ردع حقيقية بتتبني خطوة بخطوة، تجربة ورا تجربة، وتصنيع ورا تصنيع. اللي كان بيقول إن مصر مجرد مستهلك سلاح، النهارده لازم يعيد حساباته. وفي نص ده كله بتظهر جرجوب كأنها الحكاية اللي بتجمع الاقتصاد بالعسكر. ميناء عملاق بيتبني هناك، استثمارات صينية وكورية وتركية، مصانع سيارات وهيدروجين أخضر وخط سكة حديد هيشد من السخنة لحد السلوم. النهار في جرجوب اقتصاد شغال على أعلى مستوى، والليل فيه أضواء القواعد العسكرية من بعيد بيطمن أي حد حاسس بالخطر. اللي بيحصل في الغرب مش صدفة، مصر بتبني لنفسها مكان وبتأمن حلمها بإيدها، اقتصاد بالنهار وردع بالليل. مدينة جديدة بتتخلق، وحدود بتتحول لمستقبل، وجيش بقى عنوان القوة مش بس في الدفاع لكن في البناء كمان. واللي لسه بيسأل ليه أمريكا خايفة؟ الجواب بسيط، لأن مصر بطلت تلعب في ملعب غيرها وبدأت تصنع ملعبها بنفسها. اللعبة اتغيرت، ومصر بقت في مركزها الجديد أقوى من أي وقت فات.